النهارده بقى هاعمل معاكم دبابيس الفراخ القمر ديّة، عملت لكم طرق كتير لدبابيس الفراخ وعجبتكم، والنهارده إن شاء الله الطريقة دي هتعجبكم، وممكن التتبيلة اللي أنا هاعملها لكم النهارده تعملي فيها الوراك كاملة أو الفراخ الكاملة. شايفين الدبابيس مستوية وطعمها حلو جدًا وكمان واخدة لون حلو. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة بتجيبي دبابيس الفراخ يا ست الكل وتغسليها كويس، وكل دبوس تعملي فيه 3 فتحات عشان تاخد من طعم التتبيلة اللي هنعملها النهارده. التتبيلة عبارة عن ايه؟ بصلاية صغيرة مبشورة، عليها 3 معالق كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، عليها معلقة كبيرة من العسل الأسود، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة مليانة من عصير الليمون. والتوابل اللي أنا هقول لكم عليها دي معلقة صغيرة، فلفل أسود وشطة وبابريكا وتوم باودر وملح، ما عدا جوز الطيب نص معلقة صغيرة. تمام كده؟ وتقلبي بقى التتبيلة كويس جدا. لو انت عاوزة تحطي نوع معين من التوابل انت بتحبيه في تتبيلة الفراخ ممكن تحطيه عادي، مفيش أي مشكلة. بعد ما قلبنا التتبيلة كويس جدا هنجيب الدبابيس اللي احنا غسلناها كويس جدا وعملنا فيها فتحات، ونحط التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها، وندخل كمان التتبيلة بين الجلد ولحم الدبابيس عشان تبقى الدبابيس طعمها حلو. بعد ما تتبليها تسيبيها في التلاجة لمدة ساعة، أقل حاجة ساعة، عشان تاخدي دبابيس طعمها حلو. وكل ما تاخد وقت أطول في التتبيلة تاخدي دبابيس طعمها أحلى. بعد ما قعدت ساعة في التلاجة عشان أنا مستعجلة الصراحة فخليتها ساعة بس، فهبتدي بقى إيه أحطها في الصينية زي ما انت شايفة كده. وبعد ما بترصي الدبابيس كلها في الصينية بتجيبي بقى باقي التتبيلة وتحطيها فوق الدبابيس. مش عاوزة تحطي باقي التتبيلة فوق الدبابيس ممكن تجيبي معلقة كبيرة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، وعليها معلقة كبيرة من الزيت، وعليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وتقلبيهم كويس وتدهني الدبابيس من فوق، لو انت مش عاوزة تحطي باقي التتبيلة عليها من فوق. انا الصراحة بقى بعد ما رصيت الدبابيس حطيت باقي التتبيلة فوق الدبابيس. ليه؟ لان خسارة التتبيلة دي ارميها. فجبت التتبيلة وحطيتها فوق الدبابيس كده. هكون مشغلة بقى فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220، وادخل الدبابيس بتاعتنا لمدة 40 دقيقة، واخر 5 دقايق بولع لها الشواية من فوق عشان تاخد اللون القمر اللي شفتوه في اول الفيديو. دخلناها الفرن وطلعناها بعد 40 دقيقة. ريحتها حلوة جدا صدقوني، وكمان طعمها حلو جدا. وما تقلقوش خالص من العسل. العسل يا جماعة بيدي طعم حلو للفراخ، وكمان بيدي اللون اللي انتوا شايفينه ده. بلاش تحكموا على الحاجة غير لما تجربوها. وانا عامله لكم طرق كتير جدا بالعسل وعجبتكم جدا. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم، ولو عجبتكم اعملوا لي شير كتير ولايكات كتير، واعملوا كمان متابعة للقناة.